السادس يعود للمغرب ويترأس حفل توقيع على اتفاق نقل الغاز مع نيجيريا. من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط مراسم حفل التوقيع على اتفاقية بشأن إنجاز مشروع أنبوب غاز يربط بين المغرب ونيجيريا ودول إفريقية أخرى. وكان المغرب ونيجيريا قد اتفقا على ذلك خلال زيارة قام بها ملك المغرب لنيجيريا في دجنبر الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في الرباط أن الرئيس النيجيري محمد بوخاري لن يحضر إلى العاصمة المغربية لأسباب صحية، بيد أن وفدا نيجيريا رفيع المستوى سيكون حاضرا في مراسم التوقيع. ويهدف المشروع إلى إنشاء مشروع إقليمي تنافسي للكهرباء يمكن ربطه بأسواق الطاقة في أوروبا. ويعد هذا المشروع توسعة لمشروع أكبر أنبوب غاز في غرب إفريقيا يربط بين حقول المحروقات في نيجيريا والدول الإفريقية المستوردة للغاز مثل بنين وطوغو وغانا، والذي بدأ إنجازه عام 2005 وأصبح جاهزا في عام 2010. وتعد نيجيريا من أغنى دول العالم بالمحروقات، لكن إنتاجها من الكهرباء قليل، وهو ما أثر سلبا على تنافسية قطاعها الصناعي وأدى انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى كساد اقتصادي في البلاد. وكان المغرب ونيجيريا قد عقدا بعد فترة قليلة اجتماعا لدراسة مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين. وقال الديوان الملكي المغربي آنذاك إن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز، مضيفا أن هذا المشروع تقرر في لقاء جمع بين ملك المغرب والرئيس النيجيري على هامش مؤتمر المناخ بمراكش في نوفمبر الماضي. ويتوقع أن يعلن الاثنين خلال حفل التوقيع عن موعد البدء في المشروع وتكلفته والأطراف المساهمة فيه وموعد الانتهاء من إنجازه. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.